هاي، ازيكم وعاملين ايه؟ اتمنى ان انتوا تكونوا بخير يا رب دايما. الفيديو ده كده تسخنوا بيه وتشوفوا السبلايز وتشوفوا اسعارها وصلت لحد كام. والناس كتيرة قوي بشوفها بتصوت وبتقول السبلايز واسعار السبلايز. انا مش فاهمة ليه. اوكي، يعني اسعار خزعبلية. مش بس كده، ان انا كمان بشوف ناس بتشتكي ان المدارس بتطلب ادوات نظافة. نعم، امتى؟ فين؟ ازاي؟ ادوات نظافة، ايوه، اللي هو مثلا ديتول وكلوروكس ووايبس وهاند سانيتايزر وبيبر تويلت ونابكن، اللي هو يعني ليه؟ طيب، هما بيقولوا عشان خاطر مدارس انترناشونال واوروبيه والكلام ده كله. طيب، انا جايه لكم هنا من ارض الواقع. انا عايشه برا مصر للي ما يعرفش. هنزل لكم ورقه. انا مش هقول لكم المدرسه طلبت مننا ايه، لا، انا هنزل لكم ورقه بالطلبات اللي المدرسه بتطلبها من كل مرحله. اوكي، انا ابني السنه دي فيرست جريد، جبت له حاجات بسيطه خالص ملهاش علاقه بادوات النظافه. اولا ملهاش علاقه بالاكتيفيتي اللي بيعملوها في المدرسه. يعني مثلا الورق بتاع البرينتر لا، مش بيطلب. هما المفروض المدرسه اللي بتجيبه. الحاجات اللي هي بتبقى مثلا في المعمل او الكلام ده كله للسن الاكبر طبعا، مش لسن اولادي. المدرسه هي اللي بتجيبه. اوكي، فانا هوريكم الطلبات بنفسكم عشان انا ممكن انسى حاجه لو انا قعدت اقول لكم انا جبت ايه. هتشوفوا كمان لكل مرحله، مش بس مرحله ابني. اوكي، يعني بجد انا بقيت بستغرب لما بسمع ان المدارس طالبه ادوات نظافه. شوفوا الفيديو وشوفوا الحاجات هنا في امريكا ايه اللي بيطلبوها، حاجات بسيطه خالص. وكمان هعمل لكم فيديو هقول لكم الحاجات اللي بيطلبوها مننا هنا اخر السنة بيحصل فيها ايه. اوكي، ودي حاجة هتفاجئكم كلكم زي ما انا اتفاجئت. اوكي، يلا بينا نشوف الفيديو سوا. بيصرخ من السبلايز اللي وصلت ل80,000 في السنة، وتامر حسني بيدفع ال3 أضعاف لعياله ال3، ومحمد رمضان بيشتري لولاده اللانش بوكس ب10,000 جنيه وهو ما يعرفش أصلا يعني إيه لانش بوكس. سبلايز مدارس ولاد الفنانين، أولهم المدرسة الدولية الأمريكية، ودي متعاقدة مع مكتبة ما ينفعش أولياء الأمور يشتروا من مكان غيرها، وهناك عارفين السبلايز بتاعت كل مرحلة، وانت بس تروح تقول لهم عايز سنة كذا. وعندك مثلا سبلايز ولاد احمد عز اللي في جريد 4 بتعدي ال40,000 جنيه للواحد، وهي عبارة عن الوان حجارة وكشاكيل واقلام سبورة ومقلمة مستوردة وازايز كحول واقلام رصاص. سعر القلم الواحد فيهم بيعدي 350 جنيه. يعني زينة واحمد عز بيدفعوا لولادهم 80,000 جنيه سبلايز في الترم الواحد، وده طبعا مش مبلغ اصلا جنب مصاريف المدرسة اللي مقربة على 1,000,000 جنيه. ومعاهم في نفس المدرسة ونفس السن علي ابن محمد رمضان، واللي بيجيب له كشاكيل ب40,000 جنيه، غير انه بيجيب لكنز بنته الصغيرة اللي في جريد 1 طلبات اكتر تخش لها في 50,000 جنيه. وده لان كل ما السن صغر السبلايز بتزيد. وعنده بنت تانية اسمها حنين في جريد 6، ودي برضو بتخش لها في ال40,000 كشاكيل واقلام وكراسات رسم ومطهرات ومناديل ووايبس. وريهام عبد الغفور بتدفع زيهم لابنها الصغير فاروق لانه في نفس المدرسة. ده غير ان المدرسة بتشترط عليهم انواع معينة زي ماركة بانتيجو، ودي سعر اللانش بوكس فيها بيبدأ من 5,000 جنيه ولحد 10,000 جنيه، وسعر ازازة المية فيها ب 3,800 جنيه لانها مصنوعة من مواد آمنة للطعام ومانعة للتسرب. والفنان شريف رمزي والفنان احمد داوود بيدفعوا برضو نفس فلوس السبلايز وبيشتروا من نفس المكتبة لان الاتنين عندهم طفلين في نفس المراحل الدراسية. وعندك مدرسة الألسن البريطانية، ودي متعاقدة مع مكتبات معينة، واسعار السبلايز فيها للمرحلة الواحدة حوالي 25,000 جنيه. واغرب حاجة في القائمة دي ورق الزبدة ورزم الورق الملون ورزم ورق ابيض ومزمار موسيقى سعره 250 جنيه، واقلام سبورة الواحد ب200 جنيه، وسكتشات الرسم اللي سعرها معدي
من 280 جنيه، ده غير 10 باكيتات فوم جليتر سعر الباكيت 70 جنيه، ومناديل الحمامات ومناديل مطبخ وبلطو ومريال التلوين وبرطمانات. والجديد بقى ادوات تشريح وانابيب معمل. ما تعرفش ناويين يعملوا ايه بالظبط. اما المدرسة البريطانية فالسبلايز بتاعتها حوالي 30 طلب، واسعارهم بتوصل ل50,000 جنيه للطالب الواحد. يعني واحد زي تامر حسني مدخل 3 اولاد بيدفع لهم 150,000 ل 200,000 سبلايز بس. وبنات شيرين عبد الوهاب برضو في نفس المدرسة بيدفعوا لهم 100,000 سبلايز، ومعاهم برضو ابن الفنان ياسمين رئيس والمخرج هادي الباجوري. والسبلايز بتاعت المدرسة البريطانية بتبقى عبارة عن نوت بوك وليبلز للاسم وطباشير شمع والوان خشب واقلام هايلايتر وكراسة ملاحظات وكراسات موسيقى ومقصات وسكتشات رسم وسبورة بيضة وفايلات بلاستيك وورق ملون ومريالة ووتر بروف، وكمان صلصال ومطهرات للإيد وديتول وفوم جليتر وفوط صغيرة. ونوع معين من الألوان الخشب سعرها بيوصل ل 700 جنيه. ده غير ان الاقلام لازم تكون من ماركة فابر كاستل، ودي سعر الواحد فيها بيوصل ل 180 جنيه، وعلبة الالوان سعرها من 290 جنيه لحد 500 جنيه. اما مدرسة مودرن انجلش سكول اللي مصاريفها بتوصل ل 400,000 جنيه، السبلايز بقى يدوب ب 40,000 لكل طالب. وبالتالي واحدة زي أصالة بتدفع 80,000 لتوأمها الاتنين آدم وعلي، وروتانا بنت غادة عبد الرازق مدخلة بنتها فيها، ومعاهم كمان ليلى بنت عمر السولية وولاد اللاعب أيمن أشرف، وهي برضو نفس سبلايز المدارس اللي ذكرناها. بس الفرق هنا ان اللانش بوكس بيجيبوه ماركة أمي وسعر الواحد فيه ب 4600 جنيه، لأنه مش أي لانش بوكس، ده متقسم قطعتين وفي منطقة حرارية ومانع تسرب ومقاوم للصدأ، تقولش هيعيش معاهم العمر كله. ومدرسة مصر الدولية للغات واللي فيها ماريا بنت ادوارد وبنت المنتجة ريم العدل، السبلايز فيها ما تعديش ال 15,000 جنيه، يعني مش فلوس اصلا، لكنهم برضو بيجيبوا مطهرات ومناديل زي باقي المدارس. ودلوقتي بعد ما شفنا الفيديو اقول لكم بجد الله يكون في عونكم. الاسعار خزعبلية والطلبات يعني ما تتصدقش. بس يعني اهو خلاص زي ما بيقولوا كده الغاوي نقب بطاقيته. ودلوقتي في نهاية الفيديو اقول لكم باي باي، وما تنسوش لو انتوا بتشوفوني اول مرة تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل فيديو جديد. وما تنسوش لو انتوا اوريدي مشتركين تدعموا المحتوى بتاعي بلايك. باي باي.